السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين بالليل وقوع اخر الليل في الجو ده وفي الشتاء دي وفي الساعة دي هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض دلوقتي اكلة سريعة وفي نفس الوقت ايه تدفي. بصوا انا عندي هنا كده طاسة على النار. بسم الله. يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر يقلل من اكل بالليل ده بأمان، بس بيبقى غصب عنه. هنجيب بقى هنا عندي اهو، عندي بقى رغيف عيش شامي. هاتيه انت حابه تعملي ببلدي بس هي بالشامي افضل، او بالعيش الفينو لو في فينو. تمام، انا عندي رغيف شامي هوريكم هنعمل ايه دلوقتي. هنحط دلوقتي مكعبين زبده اهو، مش يعني واحد كبير ومكعب صغير، مش عايزينها تبقى ايه دسمه قوي، بس كده تمام اهو. بصوا هما مكعبين اتنين بس. تمام، دي حاجة كده زي المسخنة، زي مش عارفة يعني هما بيسموها ايه، بس هي كانت والدتي بتعملها لنا زمان. بصوا كده اهو، بصوا نوطي النار شوية، نجيب رغيف العيش هقطعه وانزل بيه. هو الافضل ان تبقى عندك طاسة زي دي، تمام، عشان ايه العيش ما يلزقش معانا. نجيب العيش كده نقطعه اهو زي ما انت شايفة كده. الاكلة دي بقى بتدفي بطريقة غير طبيعية. تمام، مع طبعا الزبدة دي بتطعم لك العيش. انا بقطعها صغير خالص اهو، بصوا زي ما انتم شايفين كده. تمام اهو، بصوا في ايه تاني هيتحط؟ لسه في حاجتين اتنين تاني لسه هيتحط. تمام، احنا كده اهو قطعنا العيش بتاعي كده، الرغيف بتاعي اتقطع. همسكه بقى كده اقلبه واديله تشويحه حلوه كده على النار. تمام، زي ما انتم شايفين انا كنت هنام وبعد كده مش عارفه انام من الجوع بصراحه. تمام، هنجيب ايه بقى؟ نديها برضو نقلب كمان تشويحه اهو اهو. انا عايزه بس ايه العيش بتاعي ياخد لون كده ايه يحمر شويه. تمام اهو، نبتدي كده مع بعض. بسم الله. بصوا انا عندي ربع كوبايه ميه، هنحط هنشوف بقى هنعمل ايه. نحمص العيش وهنحط حاجه قبل الميه. بصوا هنحمص بس العيش كده كويس. انا جوزي جاب لي فراوله يا جماعه وطلعت 3/4 خضرا. قولوا لي في الكومنتات اعملها يعني اعمل بيها ايه، وممكن لو سبتها كده يوم تحمر ولا حاجه. بصوا كده خلاص كده عندي. اروح جايبه ايه بقى؟ اروح جايبه العسل اسود كمان، يعني غير ان هي بتدفي دي مفيده قوي للانيميا، للناس اللي عندها انيميا زي حالاتي كده. بصوا بصوا نزلنا بحوالي معلقتين كده او معلقه ونص عسل. تمام، اعلي بقى النار سنه. كده بقى تقليبه مع العسل. تمام، ننزل بقى بشويه ميه. بصوا ربع كوبايه ميه بس، مش اكتر من كده، واسيبها بقى ايه تاخد وتدي ايه مع بعضها. تمام، بس قبل ما اخلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بصوا كده، دي بقى حاجه اسمها مسخنه، مسحبه، مش عارفه هي ليها اسم بس انا مش فاكراها بصراحه. هي ليها اسم مش عارفه بقى، هي حاجه تدفي في الشتاء اللي احنا فيه ده.
مش مهم الاسم، المهم ان يتدفى. وانا ممكن ايه اكتب العنوان بتاعها اكله من غير من غير اسم. بصوا من دول كده، شوف مش محتاجه عسل ولا اي حاجه، محتاجه بس نهدي النار شويه اهو لحد ما تتعمل. عايزه اقول لكم بقى يعني دي بقى حاجه كده من الاخر، يعني دي هتاكليها بتنامي بعدها على طول. ليه بقى؟ لانها هتدفي الجسم لما بيدفى الواحد بينام، يقدر ينام. عندي اهو مجهزه طبق هغرفها فيه. سيبها بس ايه شويه صغيره خالص بس كده، بس يعني ايه خلاص كده، يعني شبه خلاص كده. كده هي خلاص، نطفي عليها بقى. مش عارفه اعمل ايه في زحمه المطبخ دي. بصوا كده، تعالوا بسم الله. بصوا شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا شايفين الجمال؟ هقدر الفاخر من الاخر. دي بقى للبنات النحيفه والناس اللي عايزه تتخن كمان، تكتر منها، تاكل منها مرة واتنين وتلاتة في اليوم. تمام. تعالوا كده بقى ندوقها كده مع بعض. والله العظيم تحفة تحفة بجد. وانا عايزة بقى الحق اكلها قبل ما تبرد، عشان هي لو بردت مش هتبقى حلوة. طعمها حلو ومش دسمة قوي، زي ما قلت لكم انا مش مكترة الزبدة، كمان العيش شرب الزبدة مع المية مع العسل، فكله مظبوط مع بعضه. ودي كانت فكرة حاجة حلوة او عشاء او جوع اخر الليل، حاجة تدفي في نفس الوقت. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.